مساء الفل يا حبايب قلبي. بعمل معاكم بقى ملوخيه. انا كل اسبوع بصراحه بعمل الملوخيه دي، وكل ما بعملها لازم اصورها. انا من عشاق الملوخيه، بعشقها عشق كده. هي كده معانا الملوخيه اهي. حطينا عليها فصين توم مهروسين، وحطيناها على الشوربه كده، وهي خضره كده لسه على النار. يا دوبك هتاخد غلوه كده. واحنا هنا بقى بنعمل ايه؟ بنعمل طشة الملوخية. هنجهزها طشة يا حبايبي. دي هنجيب بقى مع حبة كزبرة كده ناشفة، هنحطها كده على التومة ونقلبهم كده مع بعض علشان نحطهم على الملوخية. والملوخية عندنا اهي هتاخد غلوة، هنديها غلوة كده ونحط الطشة عليها. الله الله على ريحة التومة، الله على ريحة التومة والكزبرة، الله على الريحة. طشة الملوخية دي يا حبايبي يعني لازم ايه ان احنا بنحطها على الملوخية لازم نشرق كده، لازم نشرق. ايه رأيكم بقى كده؟ اهي الطشة اهي معاكم اهي. شايفين الجمال، شايفين الطشة؟ ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي كده؟ هنجيب بقى ايه؟ هنجيب كده كبشة ملوخية منها كده. شايفين الخضار والجمال؟ الملوخية دي يا حبايبي مفرزينها في الفريزر عندنا، كل اسبوع لازم اعملها. شايفين الجمال؟ نحط كده على الطشة كده، نحط كده. وبعد كده اجمل ملوخية بقى هتاكلوها، اجمل ملوخية. ايه رأيكم بقى في جمال الملوخية الجميلة دي؟ نطفي بقى عليها، ما نسيبهاش تغلي، نطفي عليها وما نغطيش الحلة. الف هنا وشفا يا حبايب قلبي. احلى ملوخية خضرة، الف هنا وشفا.